30 دقيقة نستعرض من خلالها أهم الأحداث والمستجدات على الساحة المصرية، نرصد ونحلل الخبر وما وراء الخبر، ونقف عند رأي المواطن في تحليل هذا الخبر، ننقل رأي الشارع حول أهم هذه الأحداث والأخبار والمستجدات إقليميا ومحليا. استشهد 6 من جنود القوات المسلحة في إطار حلقة جديدة من سلسلة الإرهاب الأسود التي تستهدف حماة الوطن من أبناء الجيش والشرطة، الأمر الذي دعا إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني حيث نعى فيه شهداء قوات المسلحة من رجال الشرطة العسكرية الذين سقطوا فجر السبت الماضي ضحية لعمل إرهابي خسيس على كمين مسترد العسكري، مؤكدا لذويهم والشعب المصري العظيم أنه سيسأر لدمائهم الغالية. وأحيى المجلس بكل الخشوع والعرفان أرواح أعز الرجال شهداء مصر الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة والزكية وامتزجت دمائهم بتراب الوطن دفاعا عن عزة ورفعة مصر وشعبها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عدلي منصور للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخليا وخارجيا، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب المصري. وكان المتحدث العسكري لعقيد أركان حرب أحمد محمد علي قد أكد أن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابية قامت فجر السبت الماضي بالهجوم على نقطة منفذ مسترد للشرطة العسكرية بما أدى إلى استشهاد 6 مجندين. وتمكنت عناصر الحماية المدنية والمهندسين العسكريين من إبطال مفعول عبوتين ناسفتين تم زرعهما بنطاق بجوار النقطة. في حقيبة أولى تم سحبها وتفجيرها دي بداخلها عبوتين، وبعدين حقيبة تانية داخل الموقع تم سحبها وتم تفجيرها في مكانها خشية عند سحبها خارج الموقع يحدث منها انفجار. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن ما تتعرض له بلادنا من إرهاب لن يثني الشعب المصري عن استكمال خارطة الطريق التي رسمتها ثورة 25 يناير و30 يونيو. جاء الوقت نقف كلنا وضميرنا الوطني هو اللي هيحركنا، لأن بلدنا وما تتعرض له من خطط ومن محاولات يائسة ومن إرهاب. طب نرد على الإرهاب. عمرها ما هتثني هذا الشعب إنه يستكمل طريقه واضح لاستكمال خارطة طريقه اللي هو ثورة 25 يناير و30 يونيو خططها له. ومن جانبه أضاف السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد الماضي أن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء قد خرج بعددا من القرارات تتعلق بمواجهة التطرف والإرهاب وبمناشدة لوقف الاعتصامات الفئوية والتأكيد على المضي قدما في خارطة الطريق مهما كانت العقبات. تختص كافة جهات القضاء المصري مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالا بحكم المادة 204 من الدستور يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية. 3. تجديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والاستراتيجية في الدولة والرقابة على المنافذ الحدودية وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة. 4. كما أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء تعليماته للسادة الوزراء كل في وزارته باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية
التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة له. 5. يهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية بإعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. 6. يؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدما في استكمال خارطة الطريق مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو. حمى الله مصر وشعبها ووقاها من كل السوء. نجحت الأجهزة الأمنية صباح اليوم في الإسكندرية من إبطال مفعول قنبلة يدوية الصنع تم زرعها في مجمع المحاكم بالمنشية على الفور. بعد سماع البلاغ تحركت الحماية المدنية ونجحت في إبطال مفعول القنبلة. اللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية في الإسكندرية اليوم، يمكن النهاردة الدعوات اللي أطلقتها جماعة الإخوان للتظاهر في هذا اليوم، شايف النهاردة في تمشيط لمجمع المحاكم، شايف النهاردة أول عمل أمني إبطال مفعول قنبلة يدوية الصنع. الوضع إيه النهاردة في اسكندرية؟ لا الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش حاجة غير بس كان موضوع البلاغ بتاع الصبح بتاع القنبلة اللي هي عثر عليها، دي قنبلة بدائية والحمد لله قوات الحماية المدنية والضباط تعاملوا معاها بسرعة جدا. وانا عشان كده انا كمان كنت عند السيد رئيس المحكمه والمحامي العام دلوقتي للاطمئنان على باقي المبنى بالكامل. الحمايه المدنيه مشطت المبنى بالكامل الحمد لله مفيش حاجه. طبعا دي هي طبعا عمل خسيس، مش هنقول غير عمل خسيس من ناس خسيسه ان تعمل هذا العمل. دي لو انفجرت شوف بقى العدد اللي موجود قد ايه اللي جوه ممكن او الناس اللي موجوده ممكن يحصل لها. الحمد لله ان تم ابطالها وبسرعه جدا. تقلد طبعا ضباط ورجال الحمايه المدنيه كان بسرعه جدا، ضباط المنشيه والافراد المنشيه كلهم الحمد لله. احنا جينا عشان نطمئن ايضا بعد تمشيط، وان شاء الله يعني حاطين خطه تامين برضو مع السيد رئيس المحكمه والسيد مدير الامن كان تم اتصال بيه على اساس ان شاء الله يبقى في هنزود البوابات الالكترونيه الخاصه بالمفرقعات عشان يبقى في تامين كامل ان شاء الله محكمة. لكن الامور هاديه واحنا مستعدين النهارده لاي حسب سيادتك عليه يعني على مدار اليوم عاملين تمركزات، عاملين اقوال امنيه، وبحذر هذه الجماعات الارهابيه اللي هي بتدعو لهذه التظاهرات هتندم لو عملت اي فوضى او عملت اي مشكله النهارده، لان احنا على استعداد كامل، ضباط وافراد وجنود امن مركزي وقوات مسلحه كله النهارده مستعد لاي حاجه تحصل من هذه الجماعه الارهابيه. لن نرضى ولن نرضخ لهم لاي شيء يعملوه في هذه البلد ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لتوخي الحذر بالنسبه للايام القادمه، يعني هي بدايه النهارده كانت 19 مارس كانت بدايه للدعوات اللي اطلقوها، على مدى الايام القادمه يعني عايزين برضو يكون في يعني توعيه لجميع افراد الامن يعني شده اليقظه في الفتره اللي جايه. واول حاجه اقولها للمواطنين في اسكندريه، اي جسم غريب تشك فيه لازم يخطرنا فورا. زي كده ما حصل دي طلعت ايجابيه، في حاجات امبارح كانت سلبيه في المنشاه هنا وكانت في محطه مصر طلعت سلبيه. ما تخافش اخطر، وانا عشان كده بقول احنا عندنا عاملين خطين ساخنين عندي في اداره البحث اللي هو 426 836 و426 837 يخطر فورا، واحنا بنخطر رجال الحمايه المدنيه صراحه على قدر كامل من الكفاءه، بينتقلوا في الحال واللحظه، وبيتم التعامل مع اي جسم غريب بيتم العثور عليه. فاي جسم غريب على طول يتم الاختار فيه. بالنسبه للمواطنين انا بقول لهم ما تخافوش، انزلوا، كلنا موجودين في الشارع اهوت، كله ضباط وافراد وقوات مسلحه واعلام كمان موجود في الشارع. ان شاء الله هذه المخططات الارهابيه والحرب الكلاميه وحرب الاشاعات اللي بيعملوها لم يستغلوها في اي شيء. مواطنين في اسكندريه عارفين تماما ان هو فعلا الناس ديت خلاص عارف افلاس سياسي، افلاس كامل في كل حاجه. مظاهراتهم لو فيها افلاس، عشرات بتنزل دلوقتي في افلاس كامل عندهم، فبيبداوا في العمليات الارهابيه اللي هم بيعملوها، العمليات الفرديه اللي هم بيعملوها، يخوفوا الناس، يدوا تصاريح او ينزلوا على المواقع. الحرب الكلاميه وحرب الاشاعات احنا ما بنخافش منها ولا المواطن ان شاء الله في مصر عموما، مش في اسكندريه بس،
واحنا ان شاء الله هنقضي عليهم باذن الله، وان شاء الله ترجع البلد احسن من الاول باذن الله. تجفيف المنابع يا فندم سياده اللواء ناصر، تجفيف المنابع بالنسبه لاي جماعات اخوانيه موجوده في اي بؤر سواء كانت تكفيريه او اجراميه النهارده، دور الامن النهارده ايه؟ فرق ما بين مسيرات السلميه اللي بيتقدم فيها طلب بعيد عن الجماعات الارهابيه، احنا لا نوافق لهم لان دي جماعات ارهابيه خلاص لا نوافق لها على اي شيء، لكن في فصائل اخرى بتقدم طلب بيتعمل لجنه برئاسه مدير الامن يدس فيها بعض الجماعات. لا هم صراحه اللي بينظمها بيبقوا عارفين المجموعه اللي معاهم، فبالتالي احنا بنأمنها كمان. لكن العناصر الارهابيه الاخرى احنا طبعا لا بنوافق لهم على اي مساله، ان هم جماعه فوضويه وجماعه ارهابيه، مش هنديهم تصاريح ان يعملوا مسيرات يأذوا الناس بيها او يتعدوا على المواطنين بيها. نشكر اللواء ناصر العبد مدير البحث الجنائيه والتوفيق، والمواطن لامس فعلا المجهود اللي بيقوم به قوات الامن مع الجيش ايضا والمنطقه الشماليه العسكريه في الشارع وينزلوا ما يخافوش، بس زي ما قلت لحضرتك اي اجسام غريبه اللي هي الاسلوب الخسيس اللي بيتبعوه يبلغنا، هو ده الاسلوب اللي دلوقتي بيتبعوه، غير كده عارفين ان احنا بنواجههم ازاي. تعميق الشعور بالامن لدى المواطن هو ما تسعى اليه مديريه امن الاسكندريه، وأكدت القيادات الأمنية في المحافظة على ضرورة التحلي بشدة اليقظة التامة أثناء الخدمة وتوخي الحذر في التعامل مع الأجسام الغريبة والإخطار الفوري بأية ملحوظات. إبطال مفعول قنبلة يدوية الصنع هو ما قامت به قوات الأمن والحماية المدنية صباح اليوم في الدعوات التي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في يوم 19 مارس. توخي الحذر واليقظة موجودون داخل قوات المسلحة والشرطة في محافظة الإسكندرية للقضاء على أي بؤر إرهابية أو إجرامية وضمان أمان المواطن في محافظة الإسكندرية. وعلى جانب آخر عقد رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع اجتماعا بحضور وزراء التموين والمالية والاتصالات لبحث تطوير إنتاج وتوزيع منظومة الخبز على مستوى محافظات الجمهورية. وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي بأن المنظومة الجديدة تتضمن وصول رغيف الخبز إلى المواطنين بسهولة ويسر والحد من طوابير الخبز على مستوى الجمهورية، إضافة إلى القضاء على الإهدار الشديد للدقيق في السوق السوداء والمحافظة على ثبات سعر رغيف الخبز المدعم بما يحقق رضاء المواطنين على جودته من خلال تطوير 25,000 منفذ لإنتاج الخبز بالجمهورية. اختتم التمرين العسكري المشترك زايد 1 بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة لدولة الإمارات الشقيقة باستخدام الذخيرة الحية، والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين من حيث حجم الوحدات المشاركة وقوتها وتنوعها. وشهد ختام التمرين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء. يهدف التمرين إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية وتطوير القدرات وإثراء الحياة العسكرية والخبرات العسكرية لتحقيق التكامل المنشود لمختلف القوات المشاركة في التمرين، بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الإماراتية. وكان التدريب الذي اشتمل على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية قد تضمن في مراحله المختلفة مشاركة مختلف الوحدات العسكرية من البلدين على تدريبات متنوعة وتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية وجوية لإدارة أعمال قتال مشترك. وعدد من المناورات والعمليات المشتركة كالطلعات الجوية عالية المستوى والدقة لأنواع مختلفة من الطائرات العسكرية. في اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، أدان اللواء محمد إبراهيم العمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية،
واقترح وزير الداخلية عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، حيث رحب المجلس بهذا الاقتراح، والذي يأتي في إطار تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية في فعاليات اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 31 المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب. وقد أنهى مجلس وزراء الداخلية العرب دورته، حيث صدر عنه بيان الختامي لمكافحة الإرهاب، متضمنا تجديد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه. كما شجب المجلس للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وذلك تأييدا لكافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. تنعقد دورتنا الحالية والمنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الدقة تزيدها التحديات التي يواجهها وطننا العربي وتهدد أمنه واستقراره، ولعل أبرزها عودة الجماعات الإرهابية الضالة لتطل بوجهها القبيح على بقاع عديدة من أرضنا العربية، تستهدف زعزعة الأمن والنيل من الاستقرار، قاصدة تعطيل رتب البناء والتنمية، ونحن لها إن شاء الله للمرصاد. إن أمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة في أشد الحاجة إلى وحدة الصف العربي كلمة وموقفا وعملا لمواجهة الأخطار التي تحدق بها، وعلى نحو يطرح أهمية دعم قضايا العمل الأمني العربي المشترك. أصحاب السمو والمعالي، أود أن أشير بإيجاز لما شهده بلدكم الثاني مصر من أحداث عنف وموجات إرهابية شرسة عقب نجاح ثورة الشعب المجيدة في 30 يوليو 2013 التي صححت المسار نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، وفوتت الفرصة على من يدعون انتمائهم لتيار الإسلام السياسي محاولة العبث بمقدرات هذا الوطن عقب فشل تجربتهم وفقدهم المصداقية لدى جموع الشعب. فنحن نواجه اليوم تحديات هائلة، ولعل أبرزها على الصعيد الخارجي تلقي عناصر من جنسيات مختلفة تعتنق الفكر الجهادي تدريبات على استخدام الأسلحة وأسلوب التفجير والاغتيالات بمعسكرات الإرهاب في الخارج، وتسلل البعض منهم عبر الحدود لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة، إلى أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط العديد منهم وتقديمهم للعدالة. وحتى الآن تصر عناصر الشر والإرهاب في محاولة يائسة النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين، بل واستعداء الشعب المصري لوقوفه التاريخي إلى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن. لقد خاض رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة معارك بطولية قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن، ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب، وما زالوا يقدمون التضحيات لمواجهة الجرائم الإرهابية الغاشمة التي قامت وتقوم بها فئة ضالة ترتدي عباءة الدين وهي بعيدة عن الدين كل البعد، فهي لا تعرف سماحة الأديان السماوية التي حرمت جميعها القتل والتدمير والإرهاب. ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها هذا الأسبوع أنها ألقت القبض على 2 من العناصر الإرهابية، وذلك عقب قيامهما بزرع عبوات ناسفة أسفل أبراج كهرباء ضغط العالي بمنطقة الهرم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صباح اليوم 16 مارس الجاري بمعاونة كاملة من الأهالي من إحباط محاولة تفجير عدد من أبراج الضغط العالي بمحطة كهرباء الهرم بمحافظة الجيزة، وضبط كل من كريم عادل رشاد عبد الحميد طالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، المدعو محمد ثروت السعيد محمد صيدلي حال قيامهما بزرع 4 عبوات ناسفة
أسفل برج كهرباء للضغط العالي بمحطة كهرباء الهرم. وقد تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول العبوات الأربع، وتبين أن كل عبوة عبارة عن أنبوبة بوتاجاز زنة 4 كيلوغرام ونصف، موصلة بدائرة كهربائية ومفجر وتليفون محمول. وبتمشيط المنطقة تمكنت القوات من ضبط عدد 5 عبوات أخرى بذات المكونات في محيط الموقع قبل تفجيرها واستهداف أبراج الضغط العالي التي تغذي مناطق الهرم وفيصل وبالنمرس والحامدية ومنيا الشيحة ومركز إمبابة بالكهرباء. اسمي كريم عادل رشاد عبد الحميد حجازي، 22 سنة، جامعة الأزهر، كلية الهندسة، رابعة هندسة، تالتة مادة. بنتمي لفكرة جماعة الإخوان المسلمين. اللي حصل امبارح إن إحنا كنا بنحاول تنفيذ العملية في محطة مولدات الهرم الموجودة في المربعة. العمليات اللي تم تنفيذها قبل كده الجمعة اللي فاتت اللي قبلها في فيصل، حرق مرعى، حرق عربية ترحيلات للشرطة، و2 بوكس كان تحت على ترعة المولوتيه، تحت الدائرة على ترعة المولوتيه. يعني كريم ده كريم اللي معاه اللي اتظبط معاه بينتمي للإخوان المسلمين. ايوه. وبيطلع في المسيرات معاه؟ بيطلع في المسيرات. هو كان بيبقى معاه سلاح في المسيرات؟ ايوه. باخد فلوس على العمليات اللي بعملها. كانوا متفقين معاك على 1000 جنيه. خدت منهم كام؟ 250 جنيه. خدت منهم 250. ايوه. كنتوا متفقين امبارح تعملوا ايه؟ كنا متفقين امبارح ان احنا نفضل محول الكهرباء اللي موجود في الهرم علشان نقطع الكهرباء عن كل الاحياء الجيزه والهرم، تمام؟ فيحصل سخط شعبي ويحصل اهتزاز في الدولة. العمليات اللي تمت قبل كده باسم موجود في الهرم فندم عمل عملية تفجير تعبئة الطحالات اللي موجودة في فيصل حوالي أسبوعين، تفجير بتاع عين شمس اللي هو بتاع المدوعة، حرق المطوعة يعني من عين شمس، ده المبادرة قام بها في الجيزة. بعدين حرق المحل بتاع الذهب اللي كان بخوف منطقة في عين شمس. بعد كده تفجير نقطة أو حرق نقطة جهينة، ده عبد الرحمن القلبية والعمل. وعبد الرحمن القلبية يا فندم كان عايز يكسر او يفجر الجدار اللي في الازهر. يفجر ايه؟ يفجر الجدار اللي في الازهر اللي معمول جديد. جدار ايه؟ جدار جامعة الازهر. وتود وزارة الداخلية إزاء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يعكس مدى ما بلغه إرهاب جماعة الإخوان من انحطاط أخلاقي وإهدار للقيم الوطنية وعدوانية آثمة ضد الشعب المصري، أن تؤكد أن هذه المحاولات المجرمة التي تستهدف شعب مصر هي جزء من الحرب التي يخوضها الوطن في محاولة يائسة لمنع فرض إرادته وتحقيق أهداف ثورته. وإنه مهما انحطت أساليب الإرهاب في سفك دماء المصريين، فإن الشرطة المصرية يدا بيد مع الجيش المصري ستواصل عملها وجهودها حتى يتم اكتساس هذا الإرهاب الأسود مهما بذل من دم وقدم من تضحيات. عاشت مصر. وفي محافظة الإسكندرية واستمرارا للجولات الميدانية، قام اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بجولة ميدانية بأنحاء المدينة تفقد خلالها الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية والسياحية، كما تم التأكد من تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنشآت الشرطية عن طريق اعتلاء الأسطح وتأمينها من العمق. وأكد مدير الأمن على ضرورة التحلي بشدة اليقظة التامة أثناء الخدمة وتوخي الحذر في التعامل مع الأجسام الغريبة والإخطار الفوري بأية ملحوظات. واشتملت الجولة المرور على بعض أقسام الشرطة
لمتابعة سير العمل بها ومتابعة تلقي بلاغات المواطنين، مؤكدا على ضرورة حسن معاملة المواطن والتسهيل عليه. وفي نهاية الجولة قام مدير أمن الإسكندرية بتوجيه الشكر لرجال الأمن بقسم شرطة الجمرك، وذلك لتفانيهم في أداء عملهم، وقرر صرف حافز مادي لهم. كما قام مدير الأمن بتقديم الشكر أيضا لرجال وحدة المباحث بقسم شرطة كرموز، حيث تصادف أثناء مدير الأمن القبض على إحدى التشكيلات العصابية والتي قامت بسرقة مخزن للأدوات الكهربائية من منطقة برج العرب. وقدم مدير الأمن الشكر أيضا لرجال شرطة التموين لقيامهم بالقبض على بعض الباعة الجائلين أثناء عرضهم لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مستخدمين أنابيب الفريون الغير مصرح بها. تباشر نيابة شرق بالإسكندرية التحقيق مع 3 أشخاص تسببوا في بناء السور المنهار بأحد الأسواق التجارية بمنطقة سموحة، والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين. وكان قد تلقى قسم سيدي جابر بلاغا يفيد بانهيار جزء من سور السطح الخاص بأحد الأسواق التجارية بالمنطقة. على الفور انتقل اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، وبعض القيادات من مديرية الأمن وقوات من إدارة الحماية المدنية والأمن المركزي لمكان الحادث. تبين من خلال المعاينة الأولية أن العقار محل البلاغ عبارة عن سوق تجاري مكون من 3 طوابق متكررة يعلوه السور الخاص بالسطح، وأن سقوط جزء من هذا السور بطول 10 أمتار نتيجة لوجود أعمال تكسير وترميم بسقف العقار. أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عصام الأمير بأن الإعلام المرئي والمسموع قاد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن القائمين على العملية الإعلامية لعبوا دورا مؤثرا خلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، وكان إيجابيا بدرجة كبيرة وما زال يسهم في نهضة بلادنا، إلا أن هناك بعض السلبيات التي صاحبت ذلك. أنا أعتقد إن الإعلام أثر بدرجة كبيرة في الثورتين المجيدتين اللي تموا عندنا، وأعتقد كمان إن هم أثروا فيه، وأعتقد إن التأثير ده بعضه إيجابي وبعضه سلبي. بعضه إيجابي إنه بجد حرية الإعلام تتأكد وتزداد صلابتها يوم بعد يوم، لكن في بعض الأحيان برضو أخشى من بعض الانفلاتات أو بعض الفوضى، ما اللي أنا أقدر أقول عليه فوضى، ودي شأن أي شيء ما يبقاش ليه ضوابط أو حدود أو مسؤوليات. أعتقد أن أي ديمقراطية أو أي حرية في العالم إذا ما كانش ليها أطر تحدها من المسؤوليات قد تنزلق إلى حدود الفوضى. فبقول لإعلامنا المصري خلي بالك، ما تنزلقش لهذه الهوية. انت قمت بدور كبير في الثورتين، عليك انك تحافظ عليه وتاخده خطوات كبيرة للأمام. طبعا في المستقبل انا اعتقد ان بإذن الله تعالى في ظل المواد اللي جت في الدستور خاصة بالإعلام بصفة عامة، واعتقد ان بالقوانين اللي هتسن واللي احنا النهاردة في مؤتمر بخصوصها لتحضير افكار للعرض على مجلس النواب حال انعقاده فيما يتعلق بتشكيل هذه المجالس والهيئات وآلياتها وسبل تمويلها وإدارتها وخلافه. أعتقد ده تدريب جيد وبيدينا انطباع أن أهل الإعلام جادين في وضع الأسس الحقيقية اللي بناء عليها يتعمل إعلام قوي ومتين لا يمكن العصف به.